انت عبيتي اهوت على قد الكميه اللي انت عايزاها. ماشي. هتيجي تعملي ايه؟ هتبططيه كده اهو زي ما تكوني بتبططي عجينه اهو عشان تفرغي الهواء اهو. بصي تطلعي الهواء من هنا اهو، طلعي الهواء كله كده اهو، وتقومي جايه على الكيس كده اهو اهوت، وهتدخليه بالطريقه ديت جوه الايه، هتدخليه بالطريقه دي جوه الفريزر. عبي على قد الكميه اللي انت هتاكليها، وبكده يبقى خلص معانا التفريز. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله بغافل عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. يا رب ما تجعلناش من الناس الوحشه اللي هيخشوا النار، اللهم امين. بناتي حبايب قلبي، هنبدا يا حبايب قلبي اخواتي نغسل القلقاس بتاعنا اهوت، نغسله غسيل كويس قوي كله زي ما انتم شايفين كده اهوت، وبعدين نحطه على فوطه نضيفه. هغسله كله وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يا حبايب قلبي ان انا اجيب فوطتين نضاف كده زي دول كده اهمت، نضاف زي دول كده وافرشهم، وابدا ان انا احط عليهم كده زي ما انتم حضراتكم شايفين كده القلقاس بتاعي اهوت. وبعد كده ابدا اجيب فوطه نضيفه برده كمان اهيت نضيفه زي دي كده، وابدا ان انا امسك القلقاس بتاعي وانضفه، امسحه كويس جدا بالطريقه دي. يلا من فين اللايك يا عسوله انتي وهي يا مسكرين؟ اللايك بتاع ماما رحاب يلا قوموا وتشجعوا اهو يا حبايب قلبي. بالنسبه للميه يا حبايبي علشان حرام ما نهدرش ميه كتير، ما نفتحش الحنفيه زي ما انا عملت في اول الفيديو عمال على بطال حرام. نقوم جايبين حله نضيفه او طبق بلاستيك، ونبدا ان احنا نحط فيه الميه ونغسل دور واتنين، يعني نغسل دور القلقاس في الحله او في الطبق البلاستيك وندلق ونملى تاني علشان خاطر ايه حرام الميه وسد النهضه، وكمان هندفع فاتوره ميه كبيره واحنا في غنى عن كده. هكمل بقيه القلقاس تنشيف وارجع لكم حبايب قلبي. بصي يا حبيبه قلبي انا دلوقتي قطعت قلقاسيه اهي، قشرتها وخرطتها. دلوقتي هوريكم انا هخرط ازاي علشان خاطر ده اللي هنفرزه بقى اهو. نيجي بالفوطه بتاعتنا النضيفه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نيجي على البروز دوت وبنشيله كده. شوفي لازم تجيبيها جميله زي دي كده، ما تكونش منقبه ولا مبرقعه وتكون صابحه. طيب دي مضايقاني، الفوطه دي مضايقاني، هضطر ان انا اشيلها كده على جنب وامسك بايدي لان هي خلاص ناشفه. يلا يا ست العرايس نضفي حواليكي، شيلي القشر حطي في المخلفات. بصي يا حبيبه قلبي هنيجي نقطعها بقى ازاي اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعيها دوريه. اقول لك على حاجه، يا تعمليها كده في ايديكي لو انت تقدري. انا في الفاصل معلش هو فصل مني الموبايل انا اسفه، فقطعت دول، لكن هوريكم ازاي انا هقطعه علشان خاطر تفريز القلقاس. بصي يا ست الكل زي ما قلت لحضرتك هتعملي كده بسم الله الرحمن الرحيم، بس تحاسبي على صوابعك الجميله النون والعسل دي لان صوابعك دي تهمني. بصي يا حبيبه قلبي اهي، اسفه على الخبط والرقع عشان نتحكم فيها. حطي تحتها كده الفوطه. بصي يا حبيبتي عشان الصوت اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول يا هادي يا رب. نشيل دول كده على جنب اهم، تقطيعه اسهل منه مفيش. بسم الله، بس تكون السكينه بتاعتك حاميه اهي. بتقطعيها زي كده يا ست البنات. بسم الله. اجمدي عليها كده اهيت، وتيجي على الاخرانيه ديت. ماشي يا حبيبه قلب ماما؟ ماشي يا ماما. بصي يا ست العرايس هتيجي تعملي ايه، هتعملي كده وكده
عاوزه تشيلي دول شيليهم اهو اهو. حطي في المخلفات على طول. دي كانت كبيره شويه، اعملي صوابع، ما ينفعش تعملي دوريه يا ست البنات. هنيجي على المليانه شويه دي ونفلقها نصين كده زي العادة ان شاء الله. بصي يا ست الكل، هتعملي بقى كده اهي، اعملي شرايح رفيعه او مكعبات كبيره اللي يعجبك حسب انتوا عندكم ما بتحبوا تاكلوه ايه، ماشي. بس انا انصحك اعمليه صغنون زي كده، في الحجم ده احسن اهو وافضل، علشان يبقى شكله شيك كده يا ست الكل. يا شيك انت يا حلوه وانت مطلعاه في الطبق. طيب نكمل تقطيع، ناخد واحده كمان حلوه زيكم كده برضه، هنعملها صوابع. معلش انا ايدي شوله شويه. نعم يا زين. بص يا حبيب قلبي، لا اقفلي الباب وراكي يا زوبه لو سمحتي. بصي يا ست الكل، طيب عشان ما اطولش عليكي بقى الفيديو، مكعب شيك رقيق زي حضرتك اهو، وحاسبه على صوابعك العسوله دي. هكمل تقطيع كل الكميه وارجع لك ان شاء الله. يا ست البنات خلصت الكميه بتاعتي كلها تقطيع اهي زي ما حضراتكم شفتم بالطريقه الحلوه دي. هنشوف هنعمل ايه بعد كده ان شاء الله. اجيب يا حبايب قلبي ليمونتين لسه غسلاهم حلوين زي دول كده واعصرهم ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. انزل يا حبايب قلبي بعصير الليمونتين على الكميه. ادي هنا ليمونه وادي هنا ليمونه، وابدا في التقليب يا ست الكل بعد ما حطينا الليمون كده هيحافظ عليه من انه يسود اهوت حبايب قلبي. ومن هنا برضو يا بنوتي يا عسل، ولو اختي اللي بتتفرج عليا يبقى يا اختي يا حبيبه قلبي. بصوا هقلب كويس خالص الخليط اللي عندي علشان الليمون يدخل فيه كله. ماشي يا حبايب قلبي زي كده. ببدا بقى اجيب علبه نضيفه زي دي كده اهي، من اللي هي بتبقى محكمه الغلق، لها ايدين من هنا ومن هنا، وابدا ان انا انزل فيها ب، لو انا هفرزه طبعا اهو، لو هشتغل بيه على طول ايه هعمله من غير تفريز، واقوم جايبه الغطا بتاعها واقوم ايه مغطياها. دي يا ست البنات اهيت، واحطها واغطيها بالغطا بتاعها. ممكن لو ما عنديش علب وما عنديش غير الاكياس ممكن اعبي في الاكياس زي كده، اعبي بمعلقه احسن، بلاش بايديكي علشان لو ايديكي فيها اي ميكروب او ميه اهو يا حبيبه قلبي. هعبيه وارجع لكم ان شاء الله. حبيبه قلبي انت عبيتي اهوت على قد الكميه اللي انت عايزاها، ماشي. هتيجي تعملي ايه، هتبططيه كده اهو زي ما تكوني بتبططي عجينه اهو عشان تفرغي الهواء اهو. بصي تطلعي الهواء من هنا اهو، طلعي الهواء كله كده اهو، وتقومي جايه على الكيس كده اهو اهوت. هتدخليه بالطريقه ديت جوه الايه، هتدخليه بالطريقه دي جوه الفريزر. عبي على قد الكميه اللي انت هتاكليها، وبكده يبقى خلص معانا التفريز. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله بغافل عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. يا رب ما تجعلناش من الناس الوحشه اللي هيخشوا النار، اللهم امين. عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واتم حال. بصي يا حبيبه قلبي، حطي في كيس، حطي في علبه، المهم انك تعملي الطبخه. اوريكي كمان بنعمله ازاي اهو. انت بتطلعي منه الهواء اهو اهو، كل الهواء بتطلعيه من هنا اهوت، وتيجي يا ست العرايس كده اهو على الطرف ده اهوت، بتقومي جايه قلبه كده وبتدخليه في الفريزر بالشكل ده، ماشي. تابعي معايا الفيديو واعملي لي اشتراك ولايك وشير، واشوفك على خير ان شاء الله.